دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ هنعمل مع بعض سلطة الطحينة اللي احنا هنحطها، هنقدمها جنب الكفتة، وتقدري تقدميها جنب اي مشويات. هنعملوها بسهولة وفي دقايق من غير اي تعب. دلوقتي عندنا اهي الطحينة في الطبق، وهنا عندي توم مفروم، عندي ملح وكمون. توم مفروم وملح وكمون هحطهم عليها، وهحط عليها شوية مية مش كتير، لما بنزود واحدة بواحدة، وشوية خل بس كده. هنقلب. طبعا بصي الخل بيخلي لونها ابيض، الثوم بيديها قيمة غذائية وكمان بيديها طعم حلو، وتبقي تخليها يعني مش تقيلة قوي، لان انتي لما بتحطيها في التلاجة بتتقل اكتر. فانا هزود لها دلوقتي مية. في ناس سألتني احط لها مية دافية ولا مية عادية، قلت لها مية عادية خالص بدرجة حرارة الغرفة، مش هتفرق يعني. انا على طول بعملها بالمية العادية بتطلع حلوة يعني. دي عايزة تاني ازودها طبعا، برضو يعني برضو انتي لو حابة تخليها خفيفة تخليها تقيلة براحتك، بس هي الوسط دايما بتبقى كويس يعني في كل حاجة. فانا هخليها ايه، سمكها كده يعني زي ما هوريهولك كده. هتشوفي ازاي لما اوصل للدرجة دي، هقولك ازاي. اهو كده احنا داخلين على درجة كويسة. هقلبه بس كويس جدا وارجعلك تاني. دلوقتي اهو انا قلبتها، السمك بتاعها كويس جدا، وجربت طعمها لقيتها حلو، الملح بتاعها كويس. نبدأ نزوقها بشوية كمون. نعمل بقى كده، نلفها كده شوية بس كده. كده بقى هدخلها التلاجة وهقدمها مع الكفتة بتاعتنا. طريقة سهلة جدا وبسيطة وطعمها جميل جدا، تقدري تعمليها جنب اي مشويات، جنب اي حاجة.